طبعا مش محتاج اقول ان اول حاجه المفروض يعملها روي فيتوريا اول ما يروح الاوتيل بتاعه ان هو يحول من حسابه مرتبه على تريزيجيه، لان هو من غير تريزيجيه في البطوله دي لا كان شاف صعود ولا كان شاف اي حاجه خالص. اداؤه الفني وعينه على لعيبته اصلا وحشه. النهارده بنشوف مروان عطيه في ماتش رائع، بنشوف تريزيجيه اللي بينزل احتياطي بيغير نتيجه، بتشوف امام عاشور اللي كان غايب اول ماتش بيعمل ماتشين اكتر من هايلين. معلش انت كنت فين الناس دي ما لعبتش من الاول ليه؟ لكن انت اصلا دورك في الملعب مش واضح. انا مش شايف خطط، مش شايف حاجه، مش شايف رؤيه، مش شايف جمله، مش شايف اي حاجه خالص. النهارده انت بتكسب بمجهود. انت النهارده انت بتجيب جون في الدقيقه 92، بيجي عليك جون في الدقيقه 4 ولا 95، يعني حتى مش قادر تتمسك لمده 4 5 دقائق كمنتخب القاره. وحط بين قوسين ان الصعود ده واللي بشق الانفس قدام فرقه بتلعبك بسبع لعيبه احتياطي، وفرقه ملهاش تاريخ، فرقه لسه قايمه. فبالتالي الموضوع دمه تقيل جدا. مش عايز اهدر حقوق ناس كتير جدا عملت اداء رائع جدا، مجهود مرموش. مصطفى محمد طبعا توب، ما تقدرش تتكلم عليه نص كلمه. الراجل الوحيد اللي هو شايف اللي شفناه في 3 ماتشات ثابت تماما في مستواه. النهارده انت بتصعد ب3 نقط. هتقول لي ايطاليا في 82 كاس عالم والبرتغال في يورو 2016 والكلام ده كله ما يهمنيش. انت منتخب مصر في افريقيا، في معاك لعيبه اغلبها محترف، وبقيتهم مع اكبر الانديه في مصر سواء الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز. فاللي حصل في البطوله دي في دور المجموعات نوع من انواع العبث والتهريج. لو ما اتحلش في دور ال16 هتخرج بفضيحه، لان انت واضح جدا ان انت يعني مش على مستوى الحدث من الناحيه النفسيه والمعنويه واللياقه و انت عندك لعيبه على المستوى الفردي هي اللي ادت لك الفارق، لكن انت خططيا صفر. روي فيتوريا خططيا صفر 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 كبير كمان. مفيش رؤيه واضحه وجمله مفيده احنا شفناها الصراحه. يعني بعد جزء كبير من الفيديو ممكن اقول مبروك للشعب المصري. يعني هو ده اللي انا اقول له مبروك، فرحه الشعب المصري بالصعود. الشعب اللي هو محتاج حاجه تسعده هو ده الوحيد اللي انا اقول له مبروك. وغير كده عد يعني على صوابع الايد اللعيبه اللي تقدر تقول لها مبروك: محمد عبد المنعم، مروان عطيه، امام عاشور، تريزيجيه، مرموش، ومصطفى محمد. باستثناء ال6 دول انا مش شايف اداء. الشناوي طبعا الهجوم الشديد جدا اللي بيتاخد على الشناوي النهارده والماتشات اللي فاتت. معلش انا اسف، الجون الاولاني 3 لعيبه، واحد بيشوط لوحده ومحدش ضغط عليه وبيشوطها كانها ضربه جزاء، وهو يعني ايه يعني؟ طب معلش يعني، ومش شايف الحارس وي غلطه فين؟ حتى الجون الثاني ده تراي، والتراي مش لازم يتمسك، لكن فين اللعيب اللي واقف جوه ال6 يارده لوحده؟ هو ما بقولش ان الشناوي توب، لكن انت لازم تبص ان انت خط دفاعك حرفيا مهلهل. منتخب مصر بيخش فيه 6 اهداف في 3 ماتشات، منهم فرقتين يعتبروا مش من الفرق التقيله في افريقيا، وحتى غانا في مستوى منحدر. ف6 اهداف كتير. انت عندك باكين ما بيدافعوش، انا اسف يعني، سواء عمر كمال او محمد هيف ناحيه اليمين او محمد حمدي واحمد فتوح ناحيه الشمال. حجازي بطيء جدا. عبد المنعم ليها فوائد بس هو ارحمهم. انت بدات تشوف شويه تماسك لما بقى الديفندر هو مروان عطيه ومعاه حمدي فتحي برضو على فكره انا متضايق من مستواه جدا. مش ده حمدي فتحي بتاع الاهلي. واضح ان الاداء في الدوريات اللي زي مع احترامنا ليها طبعا الدوريات القطريه والدوريات الخليجيه عموما زي قطر او الامارات، عشان ضعف التنافس فبالتالي الروح والقتاليه بتقل. ده شيء واضح جدا في مستوى لاعب كبير زي حمدي فتحي. فين؟ هل ده احمد سيد زيزو بتاع الزمالك؟ هل ده الشناوي بتاع الاهلي؟ لا خالص. يعني فين اللعيبه دي يا جماعه؟ يعني انا فعلا يعني محبط وما عنديش حاجه اقولها غير مبروك للشعب المصري تاني. هم الوحيد اللي استحقوا المبروك لفرحتهم، لان هم محتاجين اي حاجه نفرح بيها. لكن بالاداء ده وبالمستوى الفني ده، لان انت على المستوى الفردي عندك لعيبه تقيله، فبالتالي لا الوم الى الاداره الفنيه. 1+1=2. مدرب مش قادر يحرك لعيبته جوه الملعب،
مدرب مش قادر يبقى عنده رؤيه، مدرب مش قادر يحفز لعيبته، اللعيبه بتلعب باجتهادات شخصيه. ثم بعدين احنا لولا ان احنا كنا في مجموعه توكسيك ما كناش صعدنا. انت بتتكلم ان غانا كسبانه موزمبيق 2-0 لحد الدقيقه 91 بتتعادل 2-2، وانت ربنا كرمك بجول باسيست رائع من تريزيجيه وقتال هايل وحرفنه من مصطفى محمد، وقدامك 3-4 دقائق مش قادر تحافظ على الجول. لما انت مش قادر تحافظ على الجول هتعمل ايه بعد كده؟ لا المستوى وحش، مستوانا وحش جدا. يعني احنا كلنا دلوقتي عايشين على امل ان انت ذكريات ايطاليا 82 وبرتغال 2016 في اليورو، ان احنا نفوق في دور ال16. بس الفوقان محتاج كوتش بره، محتاج لعيبه عندها روح اكتر، محتاج اداء خططي على مستوى تاني. الكلام ده كله انا مش شايف ان هو سهل ان هو يرجع غير بثوره جوه الفريق. وتقول لي ثوره في 3-4 ايام؟ ممكن تحصل، لان في مدرب بره ممكن المساعدين بتوعه حتى لو هو دماغه قافله حد ينبهه، حد يوجهه. مش هنفضل عايشين بالاجتهادات الشخصيه بتاعت تريزيجيه وقتال مصطفى محمد. يعني اقدر اقول ان هو دي بطوله تريزيجيه ومصطفى محمد، اكتر اتنين مستواهم ثابت في البطوله، اكتر اتنين عندهم روح. طبعا حركه شيل تيشيرت صلاح يا مصطفى ما كانش ليها لازمه في الوقت اللي احنا فيه ده، ما تعاديش الجمهور وانت واخد كريدت عندهم من اول البطوله، فبالتالي ما لهاش اي معنى. الوضع يعني على صفيح ساخن، الجمهور متضايق من اللي محمد صلاح بيعمله. واحنا اتكلمنا على حلقه محمد صلاح، بس خلينا نقول ان الفكره بتاعت ان محمد صلاح يمشي عشان يتعالج هناك، هو قائد. القائد ما ينفعش يمشي. ما عنديش منطق فيها مهما كانت الظروف ومهما كان الوضع، لكن هو قائد اتعور اصيب لازم يكون موجود وسطكم. يعني الصراحه انا مش عارف اقول اكتر من كده، لان لا تحليل فني هيقول حاجه ولا اي حاجه تقول حاجه. محتاجين اعاده هيكله واعاده ثوره جوه الفريق وجوه اللعيبه، عشان انت هتواجه فرق تقيله، كونغو حتى ولا مش عارف ايه. اعتقد ان انت لو انت تاني، اعتقد ان انت كونغو اقرب واحد التاني في مجموعه المغرب، فغالبا انت هتواجهها. وكونغو تعادلت مع المغرب رابع كاس العالم. لا، انت محتاجين تفوقوا جامد، وخصوصا على المستوى الدفاعي، لان على المستوى الهجومي احنا لينا شويه شكل. محتاجين كور تخلص احسن ماشي، لكن احنا على المستوى الدفاعي قمه في السوق. حقيقي احنا على المستوى الدفاعي قمه في السوق. ده كان راينا في وضع منتخب مصر. مش محل الماتش ولا بتكلم على ماتش كاب فيردي اللي بتلعبنا ناقص 7 لعيبه اساسيين، واحنا فرحانين بالتعادل معاها والصعود، مش بشق الانفس ده، يعني بشق اي حاجه ثانيه يعني صراحه يعني. واتمنى اعرف رايكم، ويعني تقولوا لي ايه اللي ممكن يخلي الفرقه تبقى شكلها احسن في دور ال16. واتمنى دعمكم باللايك شير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو عجبتكم الحلقه عشان يوصلكم جديدنا اول باول. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.